متلقي يا أبناء العامة، أسألكم بينكم ما بين الله، إذا كان عمر بن الخطاب يهدد شخص اللي هو علي بن أبي طالب عليه السلام ويقول له إذا لم تزوجنيها آتين بشاهدي زور وأقيم الحد عليك بالسرقة. زين، هذا الرجل يا أيها المسلمون، هذا الرجل الذي يبلغ بهذا العمر 60 فما فوق وهو خليفة وحاكم، ثم يقول إذا لشخص إذا ما تزوجني بنتك أجيب شهود 2 أقيم الحد عليك. إذا هذا يستعين بشهود الزور. إذا هذا الشخص، ولذلك أحبتي هذه القضية وهذه القصة المكذوبة لا يناظر بها أهل السنة والجماعة نهائيا، حتى الوهابية ما يناظرون بها، فيبحثون بمن؟ يبحثون بهؤلاء الذين يدعون إنهم لا هم شيعة وهم بريئين من منهج الشيعة وليس هم من منهج السنة. نعم. الو، اتفضل يا استاذ نوفل، اتفضل. اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ محمد وإلى ضيوفك. أحب أن أنوه إلى مسألة جدا مهمة. طبعا المغالط والمعاند دائما يحاول أن يزيف الحقائق ويعطيها شكل آخر، وأما الجهة اللي يتكلم بها العميدي وغير العميدي دائما الروايات الصحيحة التي لا تعجبهم ولا تتماشى مع أهوائهم يقولون بأنها روايات ضعيفة وروايات غير معتبرة، وتاريخهم مليء بالروايات الغير معتبرة وضعيفة السند التي هي مملوءة بالغلو ومملوءة بأمور كثيرة لا تمت إلى العقل بصلة. أما بالنسبة موضوعنا اللي هو نحن بصدده المصاهرة ما بين الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هذه الأدلة ثابتة في كتب التاريخ والتراجم والرجال والأنساب الشيعية فضلا عن السنية. هذه ثابتة لدى الفريقين بأن المصاهرة حاصلة. وأذكر لك بعض الروايات وبعض المصادر عن الكتب الشيعية. قال الطبرسي في أعلام الورى في الجزء الثاني: أولاد أمير المؤمنين عليه السلام أم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأيضا هذه الرواية ذكرت في أعيان الشيعة للأمين. وقال ابن الطقطقي في كتابه الأصيلي في أنساب الطالبيين: أم كلثوم أمها فاطمة الزهراء عليها السلام تزوجت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له زيدا، أي الولادة في رواية أخرى زيد ورقية. ابن الطقطقي كتابه هذا مختص في أنساب أهل البيت، في أنساب أهل البيت، وهو يتطرق إلى ماذا؟ إلى أحوالهم وإلى أنسابهم. تطرق إلى أم كلثوم بنت علي وابن أبي طالب بنت فاطمة الزهراء بأن من تزوجها هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الخطيب في الروضة الفيحاء: أم كلثوم بنت علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام تزوجت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة 17 هجريا فولدت له زيدا ورقية. الخليفة كان في السنة 17 هجرية، أحب أن أنوه على هذه النقطة، كان عمره 57، وأم كلثوم ولدت في السنة 6 للهجرة. هذه الولادة مثبتة لدى الشيعة، لدى مصادر الشيعة، بأن أم كلثوم ولدت في السنة 6 للهجرة، إذن كان عمرها 13 سنة، إذن هي مكتملة ومهيئة إلى الزواج. وهذا الزواج كان له خصوصية من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخليفة الثاني، مع وجود الأكفاء من أبناء عمومتها الذين تزوجتهم ما بعد الخليفة عمر بن الخطاب. أيضا هنا هذه الرواية وذكرها اللعيني في كتابه مغاني الأخيار الجزء الثالث. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت، قال: بل حيث شاءت، إن عليا
عليه السلام لما توفي عمر رضي الله عنه أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته. المصادر كثيرة، الكافي للكليني الجزء السادس، وتهذيب الأحكام الجزء الثامن للطوسي، والاستبصار الجزء الثالث للطوسي، جامع المدارك الجزء الرابع للخوانساري، كشف اللثام الجزء الثامن للفاضل الهندي، كشف اللثام أيضا الجزء الثاني للأصفهاني، الحدائق الناظرة الجزء 25 للبحراني، وسائل الشيعة الجزء الثاني للعاملي، وهداية الأمة الجزء السابع للعاملي، ونهاية المرام الجزء الثاني للموسوي، وروضة المتقين الجزء التاسع لمحمد تقي، وأعلام النساء المؤمنات للحسون. هذه المصادر كلها تدل بأن القضية، قضية المصاهرة، حاصلة وثابتة في كتب السير والتراجم والتاريخ لدى الفريقين السنة والشيعة.